السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. قبل ما نشوف الفيديو بقى النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي. النهاردة فيديو بسيط جدا، وزي ما هتشوفوا كده ما فيهوش تلكيع ولا في اي حاجة، هو روتين عادي جدا. يعني شبهنا قوي الروتين، حسيته انه شبهنا وفي نفس الوقت لما تتفرجي عليه هتحس انه مشجع وهيحفزك ان انت تقومي تروقي مكانك زي ما شايفين في الفيديو كده. الفتاة او السيدة اللي معانا هتروق شقتها، هندخل معاها غرفة غرفة ومكان مكان، وهنشوفها يومها العادي بيحصل ايه. طبعا كلنا بنعمل نفس اللي يعني بنصحى من النوم بنروق مكاننا زي ما هي، هنشوف في الفيديو كده. بس بيجي علينا ايام ساعات الصراحة بنبقى كسلانين مش قادرين. بيجي عليا فعلا ايام بكون ماليش مزاج ان انا اروق النهاردة. ممكن اتفرج على فيديو زي ده واشوف الحماس والشجاعة او النشاط اللي عندها، بيديني طاقة ايجابية الصراحة، وتبص تلاقيني عايزة ليا فضول او عندي جات لي طاقة ان انا عايزة اقوم اروق زيها اعمل زيها. فهي الفيديوهات عبارة عن بس التشجيع، بنشجع بعض، وممكن تاخدي من الفيديو فكرة برضو تشوفي. يعني هي هنا الفيديو الصراحة عجبني فيه الناس اللي حابة تغير في ستايلات منزلها، سواء في اوضه الريسبشن مثلا، او اي في المطبخ مثلا، برضو هيكون في هنا تغييرات. يعني هتغير اي نعم، الحاجه جميله زي ما انتم شايفين كده، بس في الاخر كم تغيير كده هيحصل. هتشوفوه هتستفادوا منه ان شاء الله. وزي ما شفنا مع بعض هي خلصت اوضه النوم، دخلت هنا على اوضه السفره زي ما شايفين مع بعض كده. احسن حاجه كمان عجبتني هو تقريبا ده الريسبشن، حاطه السفره على جنب والركن على جنب. ولو خدتوا بالكم بقى الحاجه اللي عجباني قوي انها حاجتها بسيطه جدا، يعني مش مزوده في الاساس كتير. ده احسن حاجه، ان انت هتبص تلاقيكي في ثواني، مش هياخد منك الترويق وقت. يعني كل يوم هتبص تلاقيكي في ثواني خلصت الشقة، مش هتاخد منك مجهود وتعب. لان لما يكون في كراكيب كتير وفيه موبيليا كتير واساس كتير في المكان، عبال ما بتمسحي دي وتروقي دي وتجيبي دي كده ودي كده، بياخد طبعا وقت ومجهود. انما هنا زي ما انتم شايفين الريسبشن بتاعها واسع جدا اهو، بس مش حاطه غير الحاجه اللي محتاجاها. احسن حاجه ان احنا يا جماعه نشوف الحاجه اللي محتاجينها بس، بلاش نجيب حاجات زياده وحاجات اوفر ومعرفش ايه. زي ما انتم شايفين البساطة بجد، يعني عجبني الفيديو جدا، وعجبني انها مش مزودة وعاملة زحمة في المكان على الفاضي. هي مجرد بس شوفوا هي كنبة واحدة اللي حاطة، لو خدتوا بالكم، وقدام الشاشة، والناحية التانية السفرة والبوفيه. خلصت ودخلت على اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده. هنشوف مع بعض هتتنقل لمكان لمكان، هنشوف. وحاجتها جميله جدا عجباني الصراحه. خلونا بعد كده ونشوف ايه التغييرات اللي هتعملها وازاي بتروق او بتظبط شقتها. يعني هنشوف مع بعض، واتمنى بجد لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني، وادعوا لي دعوه حلوه، واعذروني على صوتي لان انا بجد لسه عندي برد. ادعوا لي ربنا يشفيني يا رب انا واللي زيي. تعالوا بقى مع بعض نشوف مطبخها ونشوف هتشطبه ازاي. طبعا المطبخ بيبقى مشكلة اول ما بيشطب الصراحة، بتحس ان الشقة كلها نظيفة. انا بالنسبة لي كده الصراحة. هنشوف مع بعض دلوقتي. هي خلصت الحوض، شطبت المواعين كلها، وهتبدأ تمسحه. زي ما شايفين برضو الدنيا واسعة قدامها، مش مليانة كراكيب ولا حاجة. هتشوفوا بقى دلوقتي بعد ما روقته بقى شكله جميل ما شاء الله. هنا بقى دخلت بتوريكم بقى المناظر التانية، خلونا مع بعض نشوف.
وده كان اليوم التاني. هنشوف مع بعض. دخلت نفس الحكاية، هتعيد الموضوع من الأول. دخلت المطبخ تاني، هتروقه، هتظبط زي ما احنا متعودين، يعني حياتها زينا بالظبط. بتصحى كل يوم تروق مكانها او تروق شقتها وتظبط الدنيا زي ما احنا بنعمل بالظبط. بس انا الصراحة بحب قبل ما انام اغسل المواعين واشطب الحوض. الصراحة بحب دايما الحوض بتاع المطبخ لازم قبل ما انام يكون مطبخ نظيف. معرفش بقى انتوا زيي ولا عادي مش فارقة معاكم. بضطر اسيبه بس لو لا قدر الله تعبانة، الجو برد قوي طبعا، الشتاء داخل علينا وبنضطر غصب عننا بنكسل بالليل، وخصوصا لما بنقعد شوية بنحس ان احنا كسلنا وكسلين نقوم نعمل حاجة بالليل. هنا بقى كانت خلاص خلصت اللي وراها، هتورينا المشهد النهائي كده. طبعا الواحد بيبقى مستني الفيديو كله عشان يشوف اللقطة الأخيرة دي. هنا بقى اتنقلنا المكان تاني، هنشوف مع بعض الزوج والزوجة اللي معانا هيعملوا ايه في الكركبة اللي شايفينها دي. اول حاجة واهم حاجة المنظر لما يكون كده لازم نلم كل الحاجات اللي مش محتاجينها ونتخلص منها. هنشوف مع بعض هيجددوا المكان ده وهيظبطوه يرجعوه نضيف ازاي. خلونا مع بعض نشوف. وتعالوا هنا ننتقل لمكان تاني. زي ما انتوا شايفين المطبخ كده هو مش عاجبها، هتوريه لكم دلوقتي وهنشوف التغييرات اللي هتعملها. تفتكروا بقى انه افضل؟ الصراحة ان الاولاني ما كانش وحش ودلوقتي مش وحش برضه، بس هي حبت تغير يعني شوية في المطبخ. وكل واحد بقى بيبقى ساعات يجي له وقت كده بيبقى حابب انه يغير، فهي غيرت المطبخ من الاول لدلوقتي. كده حلو كده حلو برضه، بس كده ما شاء الله جميل قوي. بتحب تغير وتجدد في الحاجة، مش شرط انها عشان اوحش، لا بتحب تشوف الافضل يعني. فالصراحة انا شايفة كده برضو شيك وجميل جدا. معرفش رأيكم انتوا ايه. هنا هتبدأ تغسل مواعين. هي جايبة دي عشان تفرشها كده، تغسل عليها المواعين، تنشف المواعين بدل ما المواعين توقع المية يعني وتبهدل الدنيا. هي هتنشف عليها المواعين كده. فكرة حلوة مش وحشة برضو، يعني ممكن تكون بديلة المطبقية بتاعة الحوض. هي تغسل مواعين وتخلصها وبعدين هتلمها على جنب كده وتسيبها. حلوة مش وحشة الفكرة دي. هي كده خلصت. تعالوا بقى ننتقل لمكان تاني ونشوف هتستغلوا المكان الواسع ده ازاي. هنشوف مع بعض المكان زي ما انتوا شايفين كده يعتبر ملوش لازمة خالص. هم هيحولوه، هيستغلوا المكان دوت. يعني ممكن يكون حاجة عندك او مكان حاسة انه ملوش لازمة، يعني مش مستفادة منه بحاجة، بس هم هنشوف دلوقتي بيستغلوا كل حاجة ازاي. هيجددوا المكان ده وهيعملوه دلوقتي جميل، يعني هيعجبكم جدا الصراحة. تعالوا مع بعض نشوف كده وقولوا لي رايكم ايه. دلوقتي شفت المكان بعد ما يعني كان الاول شكله عامل ازاي، دلوقتي عملوه قاعده جميله وتحفه. صراحه بجد عجبتني جدا. يعني تحس انهم بيخترعوا او بيفكروا في افكار جميله بيستغلوا بها كل حاجه. ممكن حاجه ملهاش لازمه خالص تبص تلاقيهم هم استغلوها وغيرت المكان، غيرت الشكل، غيرت اليوم بتاعهم. بجد يعني افكارهم جميله وشطار. كل حاجة بيحبوا، لو لاحظتوا انها بيحبوا يعملوا كل حاجة بايديهم. هنا هتزود بس شوية زرع، وفعلا الزرع بيدي المكان روح وطاقة ايجابية. وهتشوفوا مع بعض دلوقتي الفيديو او المكان. بجد شفتوا مكان يعني تحول عامل ازاي، كان الاول عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي.
اخر حاجة معانا للناس اللي بتحب التغيير، ركزوا بقى دلوقتي في الغرفة دي كانت الاول عاملة ازاي ودلوقتي حولوها عاملة ازاي. بمجرد بس ما لزقوا عليها ورق الحائط، ورق الحائط بيغير المكان جدا يا جماعة. يشوفوا منظرها الاول دلوقتي عاملة ازاي وهيحولوها. دي اخر حاجة في الفيديو، اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم. اسيبكم تكملوا الفيديو بقى، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.